في وسط الملعب، عودة من جديد. كرة لا زالت في منطقة وسط الملعب بالنسبة للاعبي المنتخب اليمني. تمريرة في الجهة اليمنى. حذاري يا شباب، حذاري يا شباب، عدم ترك المساحات امام لاعبي المنتخب اليمني. برافو بعد الكرة، برافو التقدم، برافو ايضا التراجع واغلاق المساحات امام لاعبي المنتخب اليمني. جول، نعم الهدف الاول للمنتخب اليمني. المنتخب اليمني يتقدم في التاريخ الى النهائي، يسجل اول اهداف في هذه اللحظات على حساب منتخبنا الوطني. التقدم بمتابعة وخطأ دفاعي بعد تقدم حارس المرمى، يسجل المنتخب اليمني أول أهداف. نعم فرحة يمنية في المدرجات. معلش خطأ لدفاعات منتخبنا الوطني. هذا أخطر لاعبي المنتخب اليمني، تحدث عن عادل القاصر، هداف غاب في المباراة الماضية. خطأ الدفاعي كبير. حارس المرمى أيضا، وتمركز لاعبي منتخب اليمن. معليش ان شاء الله منتخبنا الوطني قادر على العودة، قادر على تصحيح المسار، قادر ان يتواجد في المباراة النهائية باذن الله تعالى. معليش هدف ياتي بهذا التوقيت خير من ان لا ياتي في اوقات متاخرة من شوط المباراة. الوصول الى النهائي فرحة كبيرة منتظرة باذن الله تعالى. كرة الآن فيها محاولة للمنتخب اليمني، إرسال الكرة في الجهة اليمنى، محاولة في لعب كرة عرضية، تسديدة. الهدف الثاني للمنتخب اليمني. نعم يسجل الهدف الثاني اللاعب عادل قاسم، يتقدم على حساب منتخب الإمارات. الهدف الثاني نعم يأتي في هذه اللحظات على بعد 4 دقائق عن صافرة نهاية الوقت الأصلي شوط المباراة الثاني. يسجل عادل قاسم الهدف الشخصي الثاني، والثاني للمنتخب اليمني. منتخب اليمن 2، منتخب الإمارات لا شيء. كرة مثل هذه لم يستطيع التعامل لاعبي منتخب الإمارات في إبعادها. معليش صعود لدور نصف النهائي لمنتخب الإمارات، لكن منتخب اليمن أيضا يقدم مباراة جميلة. وهدف ثاني، زاوية مفتوحة من البستكي، استغلها عادل قاسم في تسجيل هدف ثاني. منتخبنا الإماراتي بعد التعادل سلبيا في شوط المباراة الأول